ازيكم عاملين ايه؟ انا هبة ودي قناتي. احنا متفقين مع بعض ان كل اسبوع هقدم لكم نوع كيك جديد. الاسبوع ده هنقدم كيك اليوسفي بالصوص بتاعه. طريقة سهلة جدا ولذيذة وطلع حلو قوي قوي، يعني يمكن احلى كمان من كيك البرتقال. اليوسفي اللي استخدمته 5 وحدات مقاسهم وسط بالشكل ده. هتقشريهم وهتاخدي قشر بتاع نص واحدة. نص واحدة بس، ما تاخديش قشر اكتر من كده علشان ما يبقاش ممرر. القشر اهو. هتغسليه كويس أوي، تشيلي المادة البيضا اللي جواه علشان هي دي اللي بتخلّيه يمرّر. هناخد القشر بس كده، وهتقسمي اليوسفي كل واحدة نُصّين كده، وتشيلي منها كل البذور، وخدي بالِك إن ما يبقاش فيه أي بذر، لإن برضه البذر بيخلّي العصير بتاع اليوسفي مُر. هناخد بقى اليوسفي بعد ما قطعناه كده وشيلنا البذور، وهناخد القشر بتاع النُص واحدة، وهنحطهم في الخلاط من غير مَيّة. اضربيهم بقى في الخلاط كويس أوي، وبعدين هنصفّيهم بالمصفى من أي شوائب فيه كده بالشكل ده. وهناخد الكوباية بتاعة العصير اللي هتطلع، مش محتاجين أكتر من كوباية. بعد كده البيض بتاعي كان طالع من التلاجة، حطيته في شوية مَيّة مش سخنة، مَيّة عادية. حطيه شوية في المَيّة كده علشان يبقى بدرجة حرارة المطبخ. 3 بيضات، فانيليا باودر أو فانيليا سايلة، وكوباية سكر، ومعلقة خل كبيرة اللي متعودين عليها للكيك. هنضرب بقى كل المكونات دي مع بعض كويس أوي لحد السكر ما يدوب، والبيض يبقى لونه فاتح خالص بالشكل اللي هتشوفيه دلوقتي. هتضربي حوالي 4 5 دقايق لحد ما يبقى كده اللون ده. بعد كده هنضيف كوباية عصير اليوسفي اللي عملناها، وهنضيف كوباية إلا ربع زيت، واضربي بقى تاني دقيقتين، وبعدين هنضيف المكونات الجافة. المكونات الجافة عندنا عبارة عن 2.5 كوباية دقيق، معلقة كبيرة بيكنج باودر، معلقتين نشا، ورشة الملح. هننخلهم بقى كويس الأول كده وحطيهم على كذا مرة، ما تحطيش المكونات الجافة مرة واحدة. حطي واضربي لحد الدقيق ما يختفي خالص، بعدين حطي كمية تانية، حطيهم على مرتين على 3. الصينية بتاعتنا طبعا هنبطنها بالزيت ورشة دقيق كده، وهي مقاس 28. عملت بقى عصير يوسفي تاني بس من غير قشر. أخدت كوباية منه وحطيت عليه معلقة نشا و3 معالق سكر، ورفعته على النار بعد ما قلبته على البارد الأول شوية كده. وده اللي هنعمل بيه الصوص اللي هنحطه على الكيك. ما تحطيش عليه قشر وانتي بتضربيه، لأنه هيمرر في المهلبية دي، هيبقى مر. أخدت القوام ده كده، ضفت لها نص معلقة صغيرة كده زبدة، وقلبتها بقى، ونزلت الصوص بتاعنا خلاص. دخّلت بقى الصينية الفرن أهي على درجة حرارة 180 على الرف الوسطاني، أخدت حوالي 40 دقيقة، وبعدين طلّعتها بقى قلبتها وحطيت عليها الصوص من فوق أهو كده، ورشّيت بقى شوية فستق للتزيين كده وشوية ورد، وبألف هنا. الكيك بتاع اليوسفي زي ما باقول لِك أحلى بكتير كمان من كيك البرتقان، ريحته حلوة جدًا وطعمه لذيذ جدًا. والصوص بتاعه كمان حلو أوي. لو تحبي تقدّميه من غير الصوص ده كده يبقى سادة برضه حلو لذيذ أوي. السِوَى بتاعها حلو وهشة وجميلة جدًا والسكر مضبوط، وقدّميها بقى بألف هنا. ولو عجبتِك الكيك بتاعتي النهارده لازم تقومي تعمليها، وبعدين تعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، وباي باي.